الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم، وهو الخطاب الإلهي الأفخم. جعله الله عز وجل حبلاً ممدوداً بين السماء والأرض، فمن أراد منا أن يكون موصولاً بالله عز وجل، موصوفاً بالفهم عنه سبحانه وتعالى، صانعاً لكل خير وجمال، فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا. القرآن الكريم هو الكتاب الخالد المعجز، هو الكتاب الذي لا يشبع منه العلماء، هو الكتاب الذي يقدم إعجازا جديدا لكل جيل من الأجيال على مر العصور والأزمنة، هو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولعلو مكانة ومنزلة وقدر أهل القرآن العاملين به عند الله عز وجل، أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف المنير الذي يتعلق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وجاء بصيغة الجمع أهلين في إشارة إلى كثرتهم بفضل الله عز وجل. إن لله أهلين من الناس. قال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. والمعنى أي أن الله عز وجل قد اختص هؤلاء بالمحبة والعناية. لماذا؟ لأنهم لم يكتفوا بمجرد تلاوة القرآن الكريم وفقط، بل تزينوا بتعاليم القرآن الكريم، ترجموا التعاليم القرآنية وحولوها إلى واقع عملي. ولعله نذكر هنا وصف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قالت: كان خلقه القرآن، أي كان خير مطبق لآيات القرآن الكريم. القرآن الكريم اعتنى عناية فائقة بعمارة الكون. الله عز وجل خلق الإنسان وجعله سيداً أعلى في هذا الوجود، وسخر له الكون وما فيه. قال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا الذي يتأمل القرآن الكريم يجده مفعماً بالآيات التي تدعو إلى عمارة الأرض وإلى إصلاحها وتنميتها وصناعة الحضارة بها. قال ربنا عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. بأي شيء؟ بما أعطاكم من مقومات الحياة.
هذا العقل الذي يفكر والذي يدبر هو من نعم الله عز وجل علينا. هذه الجوارح التي تعمل هي من نعم الله عز وجل علينا. هذه الطاقات والقدرات والإمكانات والمواهب التي وزعها ربنا علينا جميعا هي من نعمه سبحانه وتعالى علينا. هذا الكون الذي سخره ربنا سبحانه وتعالى لنا هو نعمة من الله لنا. إذن لا يطلب منك أيها الإنسان إلا بأن تنفعل لنعم الله في أرضه حتى تستطيع عمارتها. هكذا علمنا القرآن الكريم. علمنا القرآن الكريم أن نحسن في كل أعمالنا. همة الإنسان الشريفة تأبى أن تدخل على عمل وتؤديه أداء رتيبا، بل إن الهمة الشريفة هي التي تدخل على أي مهنة أو صنعة أو حرفة وتؤديه أداء يتسم بالإتمام والإحكام والضبط والجودة والإتقان حتى نصل إلى التميز. هكذا دعا القرآن الكريم إلى عمارة الكون، دعا القرآن الكريم إلى الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن من لوازم البناء ومن لوازم الحضارة ومن لوازم العمران أن تتسم بقيمة الإتقان في كل عمل تقبل عليه، في كل مهنة تقبل عليها، حتى تتمايز صناعاتنا ونكون في مصاف الدول المتقدمة. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نكون عليه. تخيل معي أن شخصا ما غرس شجرة، ربما هذه الشجرة لا تثمر إلا بعد سنوات كثيرة، وربما هذا الشخص الذي غرسها لا يعيش حتى يتناول من ثمارها. فهل ذهب غرسه؟ هل ذهب جهده؟ لا. لماذا؟ لأنه سينال الثواب العظيم من الله عز وجل، بل أقول هو من الأذكياء، لأنه سينال أعلى أنواع الأرباح من الله عز وجل، ثواب عظيم مستمر إلى يوم القيامة. كل من أكل من هذه الشجرة فهو في صحيفته. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا صنع طريقا أو أزال الأذى عن الطريق ليسهل مرور الناس، هذا في صحيفته إلى يوم القيامة. لو أن إنسانا صنع نهرا، هذا في صحيفته إلى يوم القيامة. فلا بد وأن ندرك المفهوم الرصين الذي يتعلق بعمارة الكون. يقول صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما أن القرآن الكريم قد دعا إلى عمارة الكون وإلى صناعة الحضارة، فهو أيضا في المقابل نهى عن الإفساد في الأرض وعن تخريبها بأي صورة من الصور. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يجلس سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سيدنا أبو ذر: يا رسول الله، ما الذي ينجي العبد من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. وهذا أمر بديهي، إلا أن سيدنا أبا ذر يبحث عن شيء آخر عميق. قال: يا رسول الله،
مع الإيمان عمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعطي مما أعطاك الله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعين ضعيفا. أعطاك الله طاقات، قدرات، إمكانات، استثمرها في أن تعين بها من حرم منها. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعين مظلوما. أعطاك الله وجاهة بين الناس، كلمة مسموعة، حاول أن تقف مع الحق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يحسن صنع ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ هنا نظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي ذر مبتسما، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ يعني لا يستطيع أن يكون صاحب بذل وسخاء وعطاء وجود، لا يستطيع أن يعين ضعيفا، لا يستطيع أن يعين مظلوما. قال له صلى الله عليه وسلم: فليمسك أذاه عن الناس، فليمسك شره عن الناس. قال سيدنا أبو ذر: أرأيت يا رسول الله من فعل واحدة من هذه ماذا يكون له؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. دعوة القرآن الكريم آياته مفعمة بالدعوة إلى عمارة الأرض وبالنهي عن الإفساد أو التخريب فيها. نسأل الله عز وجل: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في رد دعائنا. اللهم اغفر لنا قبيح ما عندنا بجميل ما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.